نعم، المغرب بدأ رسميا تحركاته للانضمام إلى رزنامة الفورمولا 1 مع التركيز على مدينة طنجة كموقع محتمل لاستضافة سباق الجائزة الكبرى. مشروع الحلبة في طنجة. تسعى المملكة إلى بناء حلبة حضرية حديثة في طنجة بتكلفة تقدر ب260 مليون دولار أمريكي، منها 200 مليون للبنية التحتية للحلبة و60 مليونا للمرافق المساندة مثل مناطق الجمهور والإعلام. من المتوقع أن يشرف على تصميم الحلبة المهندس الألماني الشهير هيرمان تيلكا، المعروف بتصميمه لعدد من حلبات الفورمولا 1 العالمية. دعم دولي وموقع استراتيجي. تجري مفاوضات مع رعاة دوليين كبار مثل أرامكو وبيريلي لدعم المشروع. يعتبر موقع طنجة الاستراتيجي القريب من أوروبا ميزة لوجستية مهمة تسهل وصول الفرق والمعدات والجماهير، مما يعزز من فرص قبولها ضمن جدول الفورمولا 1. منافسة أفريقية. يواجه المغرب منافسة من دول أفريقية أخرى تسعى لاستضافة سباقات الفورمولا 1. تعمل رواندا على بناء حلبة حديثة بالقرب من مطار بوجيسيرا الدولي، بينما تسعى جنوب أفريقيا لتجديد حلبة كيالامي التاريخية التي استضافت آخر سباق فورمولا 1 في القارة عام 1993. الأثر الاقتصادي والسياحي. استضافة سباق فورمولا 1 في طنجة من شأنه تعزيز مكانة المغرب على الساحة الرياضية العالمية وجذب آلاف السياح وزيادة العوائد الاقتصادية، كما سيعيد المغرب إلى خريطة سباقات الفورمولا 1 بعد غياب دام منذ سباق عين الذئاب في الدار البيضاء عام 1958. التحديات المحتملة. رغم الجهود المبذولة، يواجه المشروع تحديات تتعلق بالجدول الزمني المزدحم للفورمولا 1 ومتطلبات السلامة الصارمة والتكاليف السنوية العالية لحقوق الاستضافة التي تتراوح بين 60 و100 مليون دولار. كما أثار المشروع قلقا في إسبانيا، حيث يخشى البعض أن يؤدي دخول المغرب إلى تقليص فرص استمرار سباق الجائزة الكبرى في برشلونة بعد عام 2026. باختصار، المغرب يتخذ خطوات جادة وطموحة للانضمام إلى رزنامة الفورمولا 1 مع التركيز على طنجة كموقع استراتيجي. نجاح هذا المشروع يعتمد على تجاوز التحديات اللوجستية والمالية والحصول على دعم دولي قوي.